ازيكم؟ المرتب اللي كلنا بنقول عليه بيخلص أول 10 أيام في الشهر. هقولك ازاي تقدر بالمرتب ده تعيش بشكل كويس وتحوش كمان. أنا مريم أبو الفتوح وده برنامج في الشغل من مسارات. كلنا حاسين بضغط الفلوس وبنحاول إننا نغطي بس احتياجاتنا الأساسية كل شهر من المرتب أو شغلانة على جنب مع المرتب. وطبعا عارفة إن التحويش في الظروف الاقتصادية دي بيكون صعب قوي، لكن هنحاول مع بعض نعرف كل شهر الاحتياجات الأساسية والبنود اللي مش هينفع نيجي جنبها، يعني الفواتير والبنزين أو المواصلات أو الأقساط والديون، ولو بتدفع إيجار، وطبعا الأكل والشرب وهكذا. وقبل ما تقول اللي انت عايز تقوله، انا الاول عايزه اقولك ان فكره تحديد بنود للصرف ممكن تخليك تنزل شويه بمستوى المعيشه وتقلل شويه رفاهيات، بس هو ده المقصود. وبالمناسبه في طريقه لطيفه انك تحقق موضوع الاحتياجات الاساسيه ده، وهي انك تخلص كل الالتزامات وتشتري كل الطلبات في اول الشهر او يوم القبض. لازم بقى عشان تعرف تنظم فلوسك ودخلك انك تعرف ان في حاجة اسمها الانفاق المتغير، وده المبلغ اللي بتصرفه على الرفاهية او الحاجات اللي حياتك مش واقفة عليها. ده الجزء بقى اللي بتغير منه موبايلك بعد شوية تحويش، او بتعمل بيه حاجة في العربية مش ضرورية قوي، وهو برضو اللي بتدخل بيه سينما او بتشتري بيه لبس عاجبك. والنسبة دي مش قليلة على فكرة، دي ممكن توصل ل 30% من مرتبك. احسبها كده بسرعة هتلاقيه مبلغ لطيف. محتاجين بقى نتكلم في التدبيسة الكبيرة اللي بتعمل لك مشاكل كتير في تنظيم دخلك الشهري، وهي التحويش. محتاج تجبر نفسك إنك ما تقربش ل20% من دخلك كل شهر. ممكن تشيلهم في حساب بنك ملوش كارت معاك، وبالتالي هيبقى صعب عليك إنك تسحب منه، أو مثلا تدخل بيه جمعية. ولازم تبقى فاهم إنك لما تحوش وتلاقي معاك بعد فترة مبلغ كبير، المبلغ ده كمان هيتصرف على حاجة بتحبها أو حاجة محتاجها. يعني ممكن تغير بيه الموبايل، أو تجيب بيه عربية صغيرة، أو تجيب لابتوب أحدث يفيدك في الشغل ويستحمل. وممكن كمان تحتاجه في المصاريف، يعني لو في مشروع خطوبة أو جواز. هنستناك تقول لنا في الكومنتس جربت تحوش ازاي قبل كده وفشلت ولا نجحت، واشوفكم الحلقة الجاية.